السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله بخير ومبسوطين. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المقطع باذن الله شباب اليوم انا عارف انه متاخر، لكن اول شيء كل عام وانتم بخير، وينعاد علينا وعليكم ان شاء الله بالصحة والعافية. عارف انه يعني بعد الزحمة يعني متاخرين، لكن المقطع اليوم يا شباب راح نشرح كل الاشياء اللي صارت في كود بلاك اوبس 6 اللي هو الجديد اللي راح ينزل باذن الله بعد 4 شهور من الان. فقبل ما نبدا يا جماعه اعطنا لايك اذا انت ما اعطيتنا لايك، واشتراك اذا انت شخص ما انت مشترك او جديد، او يعني ما انت جديد اضغط لايك واذا كنت مشترك. فخلونا نبدا. اول شيء يا جماعه بلاك اوبس معروفه من عام 2009 تقريبا، او 2000 تقريبا 2009. بلاك اوبس سلسله بلاك اوبس تضمنت بلاك اوبس 1، بلاك اوبس 2، بلاك اوبس 3، ثم عاد الادفانس بلاك اوبس 3، ثم بلاك اوبس 4، ثم عاد فجأة جتنا بلاك اوبس اللي هو 6. طبعا قالوا ان كولد وار هي بلاك اوبس 5، لكن كان اسمها كولد وار، ما كان اسمها بلاك اوبس 5. فانا جونا في بلاك اوبس 6. طبعا راح اليوم نستعرض لكم باذن الله كل شيء صار بالحدث، او كل الاشياء الموجوده، وكل الناس اللي قاعده تسال وتستفسر انه كيف راح تكون اللعبه، اشتريها ما اشتريها. فمن الان من بدايه المقطع لا تشتريها، لا تدفع الان، انتظر. في عندك بيتا تجيك اكثر من مره، يعني بتجيك اشياء مره كثيره تحكم عليها اذا اللعبه تناسبك او لا. وحقين الجيم باس برضو يقدرون اللي هم عن طريق، اذا كانوا مشتركين عن طريق جيم باس او عن طريق الاكس بوكس او عن طريق البي سي، يقدر ياخذ اللعبه مجانا بدون يعني ما يدفع عليها اللي هو $70 نفس البلاي ستيشن، او مثلا البي سي اللي حابين يشترونها عن طريق ستيم او عن طريق اللي هو بليزرد اللي هو باتل نت. طيب يا جماعه الان نبي نتكلم الان على الموفمنت، على الحركه. مثل ما انتم شايفين حركه اللاعب كيف تغيرت. تقدر تسوي سلايد طبعا معروف مثل قبل اللي هو السلايد موجود، تقدر ترمي التوماهوك، تقدر تسوي دايف. الدايف كان موجود قبل لكن كان على قدام، الان تقدر تسوي اللي هو دايف على وراء، فيعني شيء كويس. وايضا تقدر تسوي اللي هو الدايف على جنب، تنقز مثل ما انتم شايفين وترمي. وايضا وانت منسدح تقدر تنقلب يمين ويسار وترجع نفس حركه ريمبو 6. ايضا عندنا اللي هو تكتيكال سبرنت، الركض. تقدر تركض قدام، تقدر تركض على يمين، تقدر تركض على وراء، على جنب. كل هذا يسمى اومني موفمنت. هذا تقدر تفعلها عن طريق داخل اللعبه، وتقدر انت ما تفعلها ترجع على اللعب اللي قبل. مثل ما انتم شايفين اذا انت مسدح الان تقدر، اما اذا انت مطفيها راح يكون نفس اللي فوق، واذا انت مشغلها راح تكون نفس اللي هو اللي تحت، يصير زي ريمبو 6. ممكن غالبا الكل راح يفعلها، طبعا على حسب ما قالوا ان اللعبه ايش. ترى مجرد ما تجرب الاومني موفمنت او الحركه اللي هو الجديده حقتهم هذه، ما راح تتركها، يعني ما راح ترجع تقفلها مره ثانيه. اضافوا اشياء كثيره وراح اسردها لكم الان بالتفصيل. هذا من ضمن القنابل مثل ما شفتوا كذا. الدايف راح يكون شكل قبل وشكل بعد اذا انت مشغل، او اللي اذا انت اللي هو مطفيها. هذا انت قبل، هذا النظام جديد انك انت طبعا مجرد ما تمشي تنزل تدنك ترس اكس تنقز. الان في نظام جديد اللي هو يسمى تفعله، اللي هو النظام حقهم المنتل. فايش يسوي؟ يصير هو يرقى الجدار لحاله، يصير هو اللي يتسلق، يصير هو اللي يدنك، ويصير هو اللي يدخل من تحت، اللي هو اذا كان في فتحات صغيره يصير اللاعب تلقائيا ويدخل. طبعا هذه نكبه صراحه، في بعض الاحيان انت ما تبغاه ينقز اللاعب، فينقز. في اشياء مره جميله يعني في اللعبه، من ناحيه يعني اللي هو تسوي سلايد وتنقز، تسوي دايف تنقز وانت ناقز، تسوي سلايد وانت تنقز، تسوي سلايد وانت تطلق، وتسوي اللي هو دايف اللي هو تنقز على قدام وانت تطلق. هذه مره حلوه صراحه، بيصير فيها تنوع، بيصير فيها اشياء مره حلو. طبعا مثل ما انتم شايفين سلاح انت لا قربت من عند زاويه راح يلف السلاح شيء بسيط، تمام، شيء بسيط مثل ما انتم شايفين. شوفوا الحين الان في المقطع هذا كيف هو صار في ميلان، تمام، صار في ميلان بسيط. طبعا هو بناء عليك، يعني مو بانك انت لو جيت مسرع راح يلف يميل معك، لا، انت اذا انت بطيء وجيت عند زاويه تلقائيا راح يلف. حلو. طيب نرجع الان على نظام اللي هو الفينش طبعا برضو موجود، واضافوا شيء ثاني ايضا، شيء مرة عجيب صراحة الأمانة. أضافوا يا جماعة أنك تقدر تمسك الخصم وتخليه درع بشري، نفس ما أنتم شايفين يا جماعة، درع بشري يعني شيء مصيبة. مثل ما أنتم شايفين يا جماعة، تخيل تقدر تمسك الواحد وتخليه كذا درع بشري. طبعا هذا يا جماعة موجود بالأونلاين وموجود بطور القصة. طبعا قالوه يعني ما راح يكون اللي هو بس بطور القصة،
بس كيف بعدها تصير الله العالم، انا ما ادري. بس يمكن يكون نظامها نفس نظام الفينش. اتوقع هم النظام انهم ايش، نظام انهم الان يجربون اشياء جديده ممكن يطلعون فيها. يعني نفس الفينش تذكرون اول ما طلع الفينش ما كان احد يعرف في كود 16 وش الفينش، او ايه بقعد لي 3 ثواني وانا قاعد اسوي شقلب في الواحد وطيره وليش. الان الفينش صار من اعظم الاشياء ومن افضل الاشياء. اذا سويت الفينش الكل قاعد يدور الفينش. الناس الان قاعده تدفع عشان تشتري فينش او انواع من اللي هو الفينشات اللي هي الجديده الحلوه. فممكن هذه تمشي معهم. اذا مشت راح تستمر، تمسك الواحد وتخليه كدرع بشري تقعد تطلق. طبعا ما راح تقدر تزوم، فراح يكون الزوم بيكون هيب فاير بدون ما تصوب. بروح يكون فيها تحديات برضو، يمسك لك واحد فبتصير شويه صعبه. بس كيف تبي تمسكه، كيف هو بيدافع، وكيف خويه بيحرر، ما ندري لحد الان. ما ندري كيف بيصير او كيف بيصيغونها ويطلعونها لنا بصوره يعني مره جميله، ما تكون مره سيئه لدرجه ان ما في احد يستخدمها نهائيا. طبعا يا جماعه راح يكون في 5 اتاتشمنت، 5 اضافات على السلاح، لكن تقدر تضيف الى 8 اضافات. تمام شلون؟ في شيء يسمى وايلد كارد كان موجود بس نسيت والله بالضبط في اي كود. وايلد كارد هو اضافه زي نفس في كود الان الجديد الحالي في MW3 في علامه الشيست او اللي هو الدرع. تمام تضيفها يعطيك بيرك زياده، يشيل من قنبله، يسوي زي كذا. هذا يسمى وايلد كارد. بس في MW3 عدلوا عليها شوي وما ضافوها كبطاقات، اضافوها كدروع انها تقدر تساعدك. فبرضو راح تكون في زي كذا وايلد كارد تقدر تعطيك الى 8 اضافات، 8 اضافات على السلاح. فشيء مره قوي وشيء مره اوفر. لكن اكيد انها راح يضعفك باشياء معينه. يعني ممكن يشيل عنك مثلا بيركات معينه، ممكن يشيل من عندك مثلا السلاح الثاني الاضافي. في اشياء كثير يمكن يسوونها عشان يكون فيها موازنه، ولا الكل كان قاعد يختار 8 اضافات. رجع طبعا رجعوا نظام اللي هو سكور ستريك العادي، اللي هو النظام اللي قبل القديم، اللي هو يعني بس انت مجرد ما تجيك نقاط تجيب كل ستريك صار الله بارك، ما يحتاج انك تذبح. طبعا موجوده في كود هذه بس انها ما قاعده تستغل. في كود هذه اذا استحلت اعلام يجيك اكس بي. يعني النظام اتوقع انه موجود قبل، ما ادري وش قصتهم بصراحه بالقديم. ما ادري احس انه ما فرق صراحه، او القديم انه ما كان يحسب لك نظام، يحسب لك بس فقط الاسيست. طبعا يقول لك رجعت نظام اللي هو الوينرز سيركل. الوينرز سيركل اللي هو توب 3 تمام، اللي نفس كود موبايل، اللي وقت ما تخلص الجيم يوقفون في 3 ويسوون حركات، واللي يصفق واللي يسوي زي كذا واللي يقعد يقول اعطنا لايك اذا ما اعطيتنا لايك. يعني كل هذول راح يكونوا موجودين، اللي هو مثل ما تقول الفايزين، الفريق الفايز راح يكون توب 3 منهم راح يكونوا موجودين في الشاشه النهائيه. طبعا ما راح يكون افضل كل كام، راح يكون بيست بلاي، افضل لاعب راح يرجع. يعني مثلا في واحد والله جاب تريبل، واحد جاب ذبح في التموك من اخر الدنيا، واحد باللانشر ذبح له 6 على سبيل المثال. هذه راح تكون موجوده، ما راح تكون اخر كل كام او اخر شخص قتل، حتى لو قتله خايسه راح تطلع. لا طبعا شوتنج رينج رجع. شوتنج رينج اللي هو مكان حق اللي هو التدريب او الاطلاق، طبعا موجوده. طبعا اتوقع هنا اتوقع نفس النظام هنا، ما ادري كان يختلف. انا ما كنت اذكر صراحه في كود 7 اذا كان في شيء اسمه شوتنج رينج، ممكن كان في الكودات اللي بعدها، لكن ما كان فيها كود 7 انا متاكد منها. تمام طبعا راح يضيفون 16 ماب من اول ما تنزل اللعبه، 12 ماب منها 6 ضد 6 و4 مابات ستريك مابز اللي هو 2 ضد 2. ايش معناته ستريك مابز؟ خلينا نقول على سبيل المثال ناخذ لكم ماب من المابات الموجوده. يعني على سبيل المثال ماب افغان، على سبيل المثال ماب افغان مره كبير تمام، يشيل 6 ضد 6. انت ما راح تقدر تحط يلعبون فيه 2 ضد 2، ما راح يخلص الجيم والناس تطفش. لكن راح يكون ايش؟ نفس ماب افغان لكن مصغر يصلح ل 2 ضد 2. فراح تكون المابات زي كذا، نفس بيكدلي مثلا اللي في كود 16 بدل ما تكون مره كبيره تصغر، يصير فيه باصين وتصير مثلا حجمها على سبيل المثال نفس حجم شبمنت. تمام راح تكون هذه زي كذا موجوده، لكن من مقتطعه من اصل المابات 12 اللي نزلت الكبيره اللي هي 6 ضد 6. طبعا رجعت اللي هو ال 3 لاينز مابز او الخطوط الثلاثه للخريطه. تمام على سبيل المثال اول ما تبدا في بعض المابات اللي موجوده اول ما تبدا فيها 100,000 طريق، في 5 6. في ناس تروح يمين، في ناس تروح سيده، في ناس تروح يسار شوي، في ناس تروح يسار مره، في ناس تروح من فوق يمين، في ناس من فوق يسار. لا النظام الكلاسيكي رجع،
بسم الله بديت، يا انك تروح سيده او يسار او يمين فقط، كلها طرق، ما في مكان تنقز معه، تدخل في مكان فجأة ترمي من مكان، يصير لها اكثر من طريق، لا ما فيه، راح يكون فيه 3 طرق. تمام، 3 طرق هذه واضحة. اقرب مثال لها بس مو مرة شوت هاوس. شوت هاوس اول ما تبدأ، يا اما اللي عندك طبعا في جهة من الجهات اول ما تبدأ، يا اما انك تطلع وينتفونك، او انك تلف من يمين او انك تلف من يسار وتمشي. هذا نظام المابات اللي هي 3 ضد 3، عفوا نظام مابات اللي هو 3 لاينز، اللي هو 3 خطوط. في بعض المابات لا ما تكون فيها 3 خطوط، فيها 16 خط، ما تدري انت وين تدخل، ما تدري من وين تطلع. فهذه راح ترجع فتكون مرة حلوة صراحة، وراح تكون في مابات جديدة. طبعا يا جماعة اضافوا 12 سلاح جديد، 12 سلاح جديد يقول لك ما كان موجود في كود سابقا نهائيا يعني، ولا كود صار فيه اللي هو الاسلحه هذه مره قد جت يعني قبل. طبعا على حسب الكلام ان السنايبرات يا جماعه راح تذبح من طلقه واحده في الصدر وفوق، او في البطن وفوق، طلقه واحده راح تموت. هيت ماركر ما عاد فيه هيت ماركر. الان يا جماعه خلونا نتكلم عن مساله البرستيج. الناس اللي مو فاهمين برستيج، طبعا انا اصل البرستيج كم عشان ارجع من جديد؟ هل انا راح ارجع غصب او لا؟ طبعا البرستيج يا جماعه بيصير من ليفل 1 الى ليفل 55. معناته اذا وصلت من 1 الى 55 ما انت مجبر انك ترجع بالليفل ورا، او انك تسوي برستيج نيو برستيج جديد، ما انت مجبر. تمام، لكن اذا سويت برستيج جديد راح يجيك مكافأة، وراح ترجع بالليفل من قبل، وراح نفس ما قلت لكم يعطيكم زي التوكن، وتقدر تفتح فيها اشياء جديدة. كم في برستيج؟ راح يكون فيه 10 برستيجات. 10 برستيجات، كل برستيج له شكل. وقت ما تصل 10 برستيجات ينفتح لك برستيج الماستر. البرستيج ماستر راح يعطيك الى 1000 ليفل، الى ليفل 1000. وصلت 1000 ليفل عفوا، او 1000 ليفل او ليفل 1000 يعني كل واحد يعني. اذا وصلت ليفل 1000 اخر شيء تقدر تعيد من جديد. اوكي، تقدر تعيد من جديد. طبعا هذا من ناس حق ناس تحرق. فراح كل برستيج انت قاعد تصفر او تبدا من جديد راح يجيك فيها جوائز. وش الجوائز؟ لكن يقولون ان جوائز انها تسوى يعني، هذا اللي اعرفه انا، ان الجوائز انهم يقولون انها تسوى يعني. فانت وقت ما تصفر البرستيج وترجع تجيك جوائز تحمسك انك تروح البرستيج اللي بعده. وصلت الألف، اللي عرفته انك وصلت 1000 انك تقدر ترجع من جديد. معناته وصلت 1000 معناته ارجع كاني بديت اللعبه من جديد. وبرضه راح يكون عليها مره جوائز مره كبيره، بس باقي الى حد الان ما اعلنوا او كيف الطريقه. هل اذا رجعت الان هل في شيء يميزني عن الناس الثانيين؟ اكيد طبعا وقتها راح تكون كل الاسلحه عندي فاتحه. تمام، لكن الشعار مثلا، شعار البرستيج اللي عندي الايكون هذا، هل راح يكون مميز يدرون اني انا وصلت ليفل 1000 ورجعت من جديد، ولا راح يرجع مثل اول واحد كان تو بادي؟ فاتمنى صراحه انها وقت ما يفكرون فيها او وقت ما يحطونها يكون شعار مره حلو، شيء ملفت لدرجه انك فانت داخل اللوبي ناس يشوفون يقولون وش الشيء هذا، والله انا وصلت ليفل 1000 ورجعت من جديد. فاتوقع هذه بتكون حركه مره حلوه. طبعا كل الاشياء هذه يا جماعه اللي ذكرتها كلها راح تجيك مع وقت الاطلاق. طبعا ما راح يجيك شيء دقيقة السيزون الأول، لا نص السيزون الثاني راح يجيكم شيء، لا كل الأشياء هذه اللي ذكرتها راح تكون موجودة من وقت الإطلاق. وقت ما يتم إطلاق اللعبة راح تكون اللي هي كلها موجودة. خلونا نتكلم شيء عن الفيداليتي. تمام، خلونا نتكلم عنها. الإصابات أو الأنيميشن اللي قاعد يصير كيف قبل كان يصير. يعني على سبيل المثال هذا الآن قاعد يمشي، طبعا هذا في كود، هذا بلاك اوبس 6. تمام، شوف مجرد ما أطلق عليه، شوف شلون أطلق عليه بالراس شلون طاح. تمام، يقول لك اللي قبل في النظام اللي قبل في الالعاب اللي قبل كان فيه 4 مناطق معينه يصير لها انيميشن فقط. تمام، طلقها على الراس يعني زي هذا اللي قبل نفسه الان في 4 اماكن، 1 2 3 4. تمام، هذول اللي هن الوان. اذا احد اطلق عليك من الرجل من البطن وتحت لين الساق اليسار راح يكون لها انيميشن معين. اليمين هذه لها يكون انيميشن معين. الصدر كامل هذا اللي هو تورسو راح يكون له انيميشن، والهيد الراس راح يكون له انيميشن. تمام، الانيميشن نفسه اللي ينفجر او شيء زي كذا. الان في النظام هذا غيروا، زادوه الى 9 من 3 من 4 الى 9، يعني معناته زادوا 5. صارت من الفخذ وتحت انيميشن، صار من الوسط تحت السر هذا انيميشن، من البطن انيميشن، الصدر يمين او يسار برضو كل واحد لها انيميشن، اليد لها انيميشن،
اليمين واليسار كل واحده لها انيميشن مختلف، والراس برضو له انيميشن. شوف الان الانيميشن شلون قاعد يصير مثلا عشان يعرفون انك الطلقه من وين جتك من كتفك يمين او يسار، او من رجلك لتحت او يسار، او من الراس. شوف شلون قاعد يموت. هذا اذا اطلق عليه يلف زي كذا ويطيح، هذا بالرجل اليمين. هذا مثلا تكون بالصدر. هذا نابضينه بالشوز، انا عارف واضح اصلا. فهذه الاضافات صراحه اللي اضافوها. حتى الانفجارات، شوف لو تلاحظون الان الدايف مجرد ما يمشي شفت شلون تقدر تنقز طق سباحه. شيء مره حلو صراحه، الدايف مره حلو صراحه. الشيء الحلو يا جماعه انك الان انت مجرد ما تطلق على الباب راح ينفتح، فطلق على الباب راح ينفتح. نظام رح لا والله زابنين، لا والله مع الجهه الثانيه. اطلق على الباب حبيبي، طلقه من بعيد ويفتح لك الباب خلاص. ما عاد يحتاج انك بوف كل شوي راجع في الباب ويطلع لك واحد ولا 20 واحد مع مشتقن ينفضونك. لا، تطلق من بعيد يا حبيبي وتشوف. شيء مره كويس صراحه ويفك ازمه. فهذه الى حد الان الاشياء اللي طلعت عن البلاك اوب 6. طبعا اللعبه راح تنزل في تاريخ 25 اكتوبر. طبعا اذا انت عندك جيم باس الان مجرد ما تقدر تدخل على الجيم باس وراح تحصلها باقي كم يوم تقدر تسويها اللي هو بري انستول، تضيفها وتقدر تخليها ايش موجوده. واذا انت مشترك في الجيم باس تقدر تضيفها على طول على الجيم باس، تخليها بري انستول، فمجرد ما تنزل اللعبه تلقائيا راح يحملها لك وراح يعطيك شعار انك تقدر تلعبها. فابد وصلنا لنهايه المقطع يا جماعه. اتمنى المقطع صراحه عجبكم، اعطونا لايك واشتراك في حال استفدت، واذا عندك اي سؤال اكتب تحت في التعليقات. نراكم على خير باذن الله. السلام عليكم.